الأخ عبد الحليم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعرضي بس ردا على سعادة الوزير للسؤال السابق، أبين بأن التجاوزات مستمرة، والوزير أقول وأكرر وأؤكد بأنه غير مكترث بإصلاح هذه التجاوزات. أما دعوته لي، يا أخي أنت الملزم نتي المجلس حسب الدستور والقانون وتجيب على السؤال. أما تحط لي حجة أن أنا دعيتك وميتني، هذا كلام مرفوض. أيها الأخوة أيها الأخوات، أنا بينت لكم بالأدلة وحسب كشوف الوزارة بأن الوزير يتستر على تجاوزات في الترقيات. الوزير لا لحظة طال عمرك، أنت خليته يتكلم الحين ربع ساعة. أنا أحتفظ بحقي 5 دقائق مع الرئيس، 5 دقائق أحتفظ بحقي لو سمحت. وما ياب شيء على أساس لا لأن في مغالطات وفي تضليل الرأي العام مع الرئيس. خلنا نكمل بارك الله فيك. هاي حقي حسب الدستور واللائحة لو سمحت. أنا أقول أنا بينت لكم بالأدلة وحسب كشوف الوزارة، ديوان الوزارة، وهو ركز على الرئيس اللي ما عنده ثانوية، وأنا أكرر أنه ما عنده ثانوية. كونه أنه حصل شهادة بكالوريوس بأي طريقة بدون ثانوية، هذه مو معترف فيه ديوان الخدمة المدنية. لكن هو ما تكلم عن الترقيات وغض الطرف، حاول تضليل المجلس أيضا. ليش ما تكلم عن الترقيات؟ أنا أتحداه إنه يقول لي، خليني أكمل طال عمرك لا تقاطعني. ما في شيء اسمه تضليل المجلس. إن اللي عرفته في الترقيات إن الموظف يحصل على 10 ترقيات أقل من 8 سنوات، خلي يقول لي خطأ. هذه معلومة خاطئة يا عبد الحليم. أما إنه يغض الطرف ويتجاهل هذا الجانب، فهذا دليل على أنه يتحرب. أنا أقول هناك تجاوز صارخ وفساد يتستر عليه الوزير، وهو مصر على ذلك، ويبدو أن السؤال الآن لا يجدي. لازم يستخدم آلية ثانية مع الوزير، لأنه آثر المصلحة الشخصية، آثر مصلحته الخاصة، وإرضاء الجمعيات جمعية سياسية على مصلحة الوطن. شكرا. سؤالي بعده.